السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض النوتيلا. ده عمرنا والله يا جماعة، احنا بنشتريها من بره، ودلوقتي بقى البرطمان معدي 120 جنيه. انا معايا كده كوباية الا ربع لبن، وكوباية الا ربع سكر، ومعايا كده كيسين نسكافيه بالبندق. النسكافيه اللي بالبندق يا حبايب قلبي الورقة بتاعته حمرا. انا جبت كيسين كده، هفضيهم على اللبن والسكر واقلبهم كويس. انا تمام كده، انا فضيت كده الكيسين. هقلبهم كويس شوية الاول قبل ما نحطها على النار، علشان النسكافيه يدوب مع اللبن مع السكر وكده، وعلشان السكر بتاعي خشن شوية. تمام كده، انا هسيبه 5. ومعايا كده كيس شوكولاتة مطبخ يا حبايب قلبي. هجيبه وهاخد بقى نصه واقطعه. تمام كده، انا فتحت الكيس اهوت. هاخد النص الكيس بيبقى 8 قطع يا حبايبي، هاخدهم وهاخد نص واسيب نص اعينه تاني في التلاجة. ده النص، والنص التاني ده هحطه بقى في التلاجة في قلب الكيس تاني. لو هو انتي لسه شارياه وعادي سيبيه في قلب المطبخ، امال بقى بدل هو اتفتح لازم نحطه في التلاجة يا حبايب قلبي، عشان ما يجرولوش اي حاجة. انا دلوقتي هجبت السكينة بتاعتنا وببشرها كده قطع حتة صغيرة، يعني علشان انا الشوكولاتة دي انا هحطها على النسكافيه واللبن بس بعد ما احطهم على النار. تمام كده، بقطعها قطع صغيرة، قطع كده صغيرة خالص. احسن ما ابشرها وكده يا حبايبي، علشان انا لو جبت المبشرة هتتبهدل منه الصراحة. امال بقى بالسكينة كده بنعمل حتة بحتة بقى على القطاع كده. انا بقى هكمل بقى يا حبايبي كل كمية الشوكولاتة اللي معايا ديت تقطيع وهرجع لكم تاني كده. حبايب ام ايمان اللي ما اشتركش بقى في قناة ام ايمان ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، فضلا ليس امرا. انا دلوقتي حبايبي قطعت الشوكولاتة كلها مرة واحدة اهو، وهاخد بقى النسكافيه باللبن بالسكر واحطه بقى على النار 5 كده. بس هولع النار الاول والنار هادية، وهقلبه كده شوية كده بالراحة علشان السكر بتاعنا يدوب شوية، واحنا ما ايدينا بقى فيه على النار يا حبايبي، علشان ما يغليش مننا جامد وكده. انا مش عاوزة النسكافيه باللبن بالسكر يا حبايب قلبي ده ما يغليش. انا هسيبه كده ادوب فيه يعني الاول السكر كده عشان يدوب كله، عشان السكر بتاعنا خشن. واحنا دلوقتي في فصل الشتاء، الطريقة دي يا حبايبي لازم ما تغليش مننا. يعني اللبن بالسكر بالنسكافيه انا حطيته على النار وهدي على النار واسيبه ياخد غلوة بسيطة في الاول كده. اما لو احنا في فصل الصيف بيقوم من الغليان من الجنب بس، وبنطفي عليه على طول، مش لازم يغلي. اما انا دلوقتي هسيبه يغلى كده تمام كده، وهطفي عليه على طول، مش هسيبه يغلى علشان من اللون بتاعه ما يغمقش مننا. انا النوتيلا انا عاوزاها فاتحة معانا يا حبايب قلبي. تمام كده، هنطفي على النار ونروح بقى نجيب بقى يا حبايبي الشوكولاتة بتاعتنا ونحطها عليها وهي سخنة كده، علشان الشوكولاتة تدوب معانا وكده. الشوكولاتة بتاعتنا فاتحة مش غامقة، علشان في شوكولاتة فاتحة وفي شوكولاتة غامقة. الشوكولاتة بتاعتي ديت فاتحة، انا جبتها فاتحة عشان تبقى النوتيلا بتاعتنا اللون البني الفاتح كده تبقى جميلة معانا. انا دلوقتي بفضيها، شوفوا يا حبايبي انا بقلبها كده على طول، ما شاء الله بتسيح معايا في ثانية. علشان انا سبت المكونات بتاعتنا دي تاخد غلوة بسيطة كده. انا مش عاوزاها تغلي جامد، يعني تاخد غلوة، يعني تبقى سخنة معايا، عشان اول ما احط بقى الشوكولاتة بتاعتنا تبقى سايحة على طول الشوكولاتة وتدوب فيها بثانية. انا بقلبها كده 5 علشان الشوكولاتة بتاعتي كلها تسيح فيها. وهنروح بقى نجيب يا حبايبي الخلاط عشان نعمل الطريقة التانية. شوفوا انا بوريها لكم كده كده، ما شاء الله الشوكولاتة بتاعتنا ساحت في قلب المكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها الاول، وبقلبها كده كويس. تمام كده، انا بتاكد ان الشوكولاته بتاعتنا كلها ساحت فيها علشان مفيش حاجه تبقى مكلكعه معانا يا حبايبي.
تمام كده، هنسيبها بقى تبرد شوية، وهنروح بقى نجيب الخلاط بتاعنا علشان نعمل الطريقة التانية. الطريقة دي اهم حاجة ان انت تعملها في الخلاط. تمام كده، بص انا جبت الخلاط ومعايا كده كوباية الا ربع برضو لبن، ومعايا كوباية الا ربع لبن بودرة يا حبايبي، اي لبن بودرة عندك استعملي. ومعايا كمان كيس كاكاو محلاه، لو انت حابة الباكو ده تبقى نصه محلاه او نصه خام عادي براحتك. ومعايا معلقتين ونص كريم شانتيه. هضرب ده كله الاول في الخلاط. انا مش هحط سكر تاني، السكر انا حطيته في الاول. بس معايا معلقة فيها شوية يعني ذرة كده ايه ملح يا حبايبي. هضرب الشوكولاتة باللبن بودرة باللبن التاني والكريم شانتيه يا حبايبي ضربة كده حلوة، علشان هجيب برضو المكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها في الحلة على النار نحطها عليها ونضربها برضو في الخلاط. تمام كده، انا لازم ادوب الاول الشوكولاتة. بندوب الاول الشوكولاتة يا حبايبي، وبعدين انا كمان هجيب دلوقتي معاكم الحلة بتاعتنا. آه، دلوقتي يا حبايبي الحلة اهي هفضيها كده على المكونات اللي في قلب الخلاط، نصفيها كده كويس. وهنجيب بقى ايه الغطا بتاع الخلاط ونغطيه ونضربها كده ايه قيمة ايه 5 دقايق علشان المكونات دي كده تروح في بعضيها. تمام كده، هي دلوقتي المكونات اللي انا كنت عاملاها في الحلة سبتها ما بردت، بس كانت ايه فيها دفى بسيط كده. هضرب كده الحاجات دي كلها في الخلاط وكله يدوب مع بعض. ومعايا كده ايه كوباية زيت، بس انا هحتاج زيت تاني يعني الطريقة دي والمكونات بتاعتي دي كلها والمقدار بتاعي دي كله هياخد قيمة كوباية ونص زيت. طب انا جايبة معلقة معايا كده علشان اشوف المكونات بتاعتنا كلها دبت مع بعضيها وكده. انا كده ضربت المكونات بتاعتنا، شوفوا ما شاء الله يا حبايبي. دي كده القوام بتاعنا سايب خالص جدا جدا كده. انا عاوزة بقى يمسك مع بعض. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الزيت بتاعنا ونحط بقى شوية بشوية تدريجيا في قلب الخلاط، علشان احط شوية واشغل الخلاط شوية. بس الاول احط شوية زيت كده من الكوباية بتاعتنا، قيمة ربع الكوباية كده الاول. وهضرب كل لما احنا بنحط الزيت يا حبايبي في قلب الخلاط على المكونات بتاعتنا بتمسك شوية بشوية. وانتي لو حباها سايبة شوية للتزيين عادي، لو حابة ان انتي تخليها جامدة شوية جابسة شوية عادي براحتك انتي، دي كله في ايدك. بس انا الطريقة بتاعتي دي انا بحط الزيت بشوية عشان عاوزة قوام معين، عشان انا بعمل النوتيلا دي لبنتي للحضانة. انا لو عاوزة انا اعمل حاجة للتزيين بعمل حاجة تانية. تمام كده، انا حطيت الكوباية كلها وشغلت الخلاط، وهحط كمان كده ايه قيمة نص كوباية معانا. انا هدور تاني الخلاط. شوفوا يا حبايبي لما بحط شوية الزيت القوام بتاعنا بيتقل ايه شوية بشوية وبزيت كمان. تمام كده، انا هو بدأ يعني يبقى جامد معايا وجابس كده. شوفوا في الخلاط ما عادش ايه بيلف جامد وكده، بس انا ايه لسه هحط شويه عشان عاوزاه يبقى تقيل شويه كده. شوفوا يا حبايبي، ده كده. انت لو حابه ان انت تزيني بالطريقه دي يعني يبقى تزيني بها اي حاجه وكده. اما لا انا عاوزاه عشان اعملها في الفرن لبنتي، هزود كمان شويه زيت عشان ايه يبقى جابس شويه معايا. انا حبيت ان انا اوريكم الاختبار اللي انا بختبره ليه وهو في الخلاط وكده. انا شوية الزيت التانيين احطهم كمان، وهكمل بقى الفرمة بتاعتنا وهنرجع لكم تاني يا حلوين. بس الاول هنعمل ايه؟ هنشوف القوام بتاعنا تاني وكده.
انا اخر شوية زيت حطيتهم من الكوباية كده. يعني هما مش خدوا معايا ايه كوباية ونص زيت، يعني هما خدوا كوبايتين الا، علشان انا عاوزاها تبقى يعني جامدة شوية، جبسة شوية معايا. اما لو انت حباها تبقى سايلة عادي، هي كوباية ونص تمام عليها تبقى حلوة. دي ترجع ليكي انتي، حرية ليكي يا حبيبتي. شوف والله القوام بتاعها، انا عاوزة القوام ده بقى كده، اصلا لسه هحطه بقى في التلاجة وكده. القوام بتاعها كده بقى ايه معايا كده مظبوط. شوفوا يا حبيبي ما شاء الله. انا معايا البرطمان ده، بحب ان انا اعمل نوتيلا واحط فيه. اما بخلصه بغسله وانشفه واعمل تاني واحط فيه يا حبيبي. دلوقتي هفضي النوتيلا بتاعتنا في قلب البرطمان. وكمان كان عندي برطمان نوتيلا، كنت اما اكون مش عندي نوتيلا بروح اشتري البنت برضو عادي واحط اعمل لها منه كده. كان عندي فضل شوية حطيتهم برضو فيها يعني. تمام كده شوفوا ما شاء الله. دي بقى عم احطها في التلاجة قيمة كمان ساعة كده ما شاء الله، هطلعها واوريها لكم. جميلة اوي اوي وطعمها حكاية يا حبايبي. يعني الحمد لله انا البرطمان ده والبرطمان التاني ما بيقعدش عندي اسبوع. تمام كده. وجبت البرطمان اللي انا قلتلكوا التاني يا حبايبي. البرطمان ده انا كنت بجيبه ب50 جنيه، دلوقتي عدى من ال50 كمان. شوفوا ما شاء الله القوام بتاعه جميل ازاي يا حبايبي. انا هجيب برضو معلقة، واللي في قلب الشفشة من جوه هنزله برضو في قلب البرطمان بتاعنا. تمام كده. وكده يا حبايبي طريقة النوتيلا سهلة كده وبسيطة. جربيها وانت مش هتندمي. انا كده خلصت التعبئة وكده وحطيتهم في التلاجة واوريها لكم تاني دلوقتي بعد ما ايه اشوفوا ما شاء الله بعد ما طلعتها من التلاجة. انا جبت معلقة وبوريها لكم كده. انا بحبها تكون كده يا حبايبي، علشان ما بحطها بقى في السندوتشات لبنت وهي رايحة الحضانة تبقى كده. شوفوا ما شاء الله. امال اللي بتبقى جايه بقى من بره بتبقى سايله شويه، بس انا عاوزاها ايه تبقى كده نفس القوام بتاعنا ده. وكده هجيب دلوقتي فورمه وهوريكم بقى ايه انا بعملها ازاي لبنتي في قلب الفورمه. وكمان هتوريكم المطه اللي في قلب الفورمه وكده. النوتيلا بتاعتنا جميلة والله، جميلة جدا جدا جدا. جربيها وانت مش هتندمي. فعلا ضاع عمرنا يا جماعة والله واحنا بنشتريها من برا، ودلوقتي بقت غالية جدا جدا جدا. ده هي كمان بمكونات بسيطة، ولا هتتكلفي اي حاجة زي ما احنا بنجيبها من برا. شوفوا ما شاء الله. كده انا كمان حاطه معلقه واحده، يعني انا لما بعمل لبنتي بحط لها معلقتين وتبقى ايه تبقى جميله كده، والفورمه كلها بتبقى مليانه. شوف ما شاء الله. حتى نومته كده على جنبه على اساس ان هي تقع منها حاجه مفيش. كده ما شاء الله. والفيديو بتاعنا يا حبايبي حلو وبسيط كده، واشوفكم بقى على خير مع الف سلامه.